الشجاعة مع الحكمة. بيقول لك ان الشجاعة مع الحكمة هي اصلا اللي بتغني في النهاية، يعني هي at the end at all. انجليزي بيقول لك ان العاطفة مع الوجدان هي زي الشراع مع الدفة في المركب والرياح في البحر، اللي هي من غير انجن، من غير موتور. انجليزي بيقول لك ان العاطفة بتدفع والوجدان بيوجه. انا على فكرة عندي عمالة ترعش وحالتي بقت زي زفت، انا اصلا ما بعرفش اقرا الكلام اللي هو كله مشاعر ده، ما فيش نون فيلينج ات اول. انجليزي بيقول لك ان الخوف من الاقتحامات هو في صميمه خوف من الحياة. يعني انت لو خفت تفتح باب يبقى انت كده اصلا خايف من الحياة. يا عم الكلام ده انا مش فاهمه، اشرح لي ابوس ايدك. بيقول لك اصلا ان هو اسف على الخروج من الرحم. ايوه زي ما انت فهمت بالظبط، ركز معايا. بيقول لك وحنين الى العودة اليه. بيقول لك بقى الراجل ده اصلا اللي هو بيخاف ده ما ينفعش ان هو يعيش الحياة اللي احنا فيها، ده يعيش الحياة اللي هي النباتية البقولية. نباتية وبقولية. انا حاسس وشامم حاجة غريبة، انا شامم حاجة غريبة في الموضوع ده صدقني. على فكرة انا ما بعرفش اقرا الكلام ده، بس انا ممكن اقوله بطريقة تانية. الراجل ده بيقول لك ان الراجل الصح هو اللي عنده شجاعة وحكمة ومرونة وقلب طيب، وبيعرف ان هو يحتوي ويبقى عنده حكمة في الدفة وشجاعة ومرونة واحتواء في المركب نفسها. خاف، فالراجل مش بيخاف، واحنا كصعايدة مش بنخاف. سلام عليكم.